سلام الله عليكم، كيف الحال؟ أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا مع نبي الله هود عليه السلام. في الحلقة السابقة رأينا كيف صدح هود بدعوة الحق في وجه العمالقة، واليوم نصل إلى نقطة التحول حينما يواجه المنطق البشري المتكبر الوحي الإلهي الصادق. سنرى كيف تحول العناد من مجرد كلمات وسخرية إلى تحد سافر لرب العالمين، وكيف رد هود عليه السلام بوقار الأنبياء وثبات الجبال. لماذا اتهموه بالسفاهة؟ وكيف ذكرهم بنجاة قوم نوح؟ وما هي تلك السحب الغريبة التي بدأت تلوح في الأفق لترسم نهاية أعظم قوة على وجه الأرض آنذاك؟ فاستعدوا، فنحن الآن في حضرة العناد والتحدي. توقفنا في الحلقة السابقة عند موقف عظيم، حين وقف نبي الله هود عليه السلام بشجاعة أمام قومه العمالقة، وقال لهم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. لكن كبار القوم وأغنياؤهم والمتكبرين في عاد لم يعجبهم هذا الكلام أبدا. نظروا إليه باستغراب وقالوا بسخرية: كيف تكون رسولا؟ كيف تكون رسولا من عند الله وأنت بشر مثلنا؟ تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب. لو اتبعنا بشرا مثلنا فنحن إذن خاسرون. ولم يكتفوا بذلك، بل بدأوا يشوهون صورته أمام الناس الضعفاء حتى لا يصدقوه، فقالوا عنه إنه سفيه العقل، وإنه كاذب يريد أن يتسلط عليهم، وإن آلهتنا غضبت عليه فأصابته بالجنون. لكن نبي الله هود لم يغضب ولم يشتمهم، بل رد عليهم بهدوء الأنبياء وحكمة الصادقين، وقال لهم: يا قومي، لست بسفيه ولا مجنون، بل أنا رسول من رب العالمين، أنصحكم وأريد لكم الخير والنجاة. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم فقال: أتعجبون أن ياتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ اذكروا ما حل بقوم نوح من قبلكم، لقد جعلكم الله خلفاء في الأرض بعدهم، وزادكم قوة في الأجسام لم يعطها لغيركم، فهذه نعمة تستحق الشكر لا الكفر. ثم قال لهم كلمة عظيمة ليثبت أنه لا يريد مالا ولا ملكا: يا قوم، لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم مالا ولا جاها، أجري وثوابي عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن قلوب قوم عاد كانت قاسية كالحجارة التي كانوا ينحتونها، ضاقوا بالنصيحة واشتد غرورهم، وقالوا له بتحد شديد: يا هود، أجئتنا لتخوفنا؟ نحن متمسكون بآلهتنا ولن نتركها أبدا، وإن كنت صادقا فيما تقول فآتنا بالعذاب الآن، فنحن لا نخاف. يا لها من جرأة عظيمة على الله، يطلبون العذاب بألسنتهم وهم لا يعلمون ما ينتظرهم. نظر إليهم نبي الله هود بحزن شديد وقال: أتجادلونني في أسماء صنعتموها بأيديكم، لا تملك لكم نفعا ولا ضرا،
انتظروا وأنا معكم من المنتظرين. وفجأة بدأ الجو يتغير، والسماء صار لونها غريبا، والغيوم تجمعت بشكل لم يروه من قبل، وظن قوم عاد أن الخير قادم، وأن المطر سيملأ أرضهم، لكنهم لم يعلموا أن خلف هذه السحب مفاجأة عظيمة. فهل ستنفع قوة العمالقة أمام قدرة الله عز وجل؟ وماذا سيظهر في السماء؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فهل أنتم مستعدون؟ وفي الأخير أتمنى أن تكون أعجبتكم هذه الحلقة من قصة سيدنا هود عليه السلام، وأن تقدروا تعبنا بلايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.